بيبدأ الفيلم بأسطورة بتقول إن من مئات السنين كان في سمكة قرش عملاقة اسمها الديمونيو، بتفضل مختفية لفترات طويلة، بس لما بتظهر بتجيب الموت معاها، ومش بتظهر غير لما حد يستدعيها. وبننتقل بعد كده لمحطة استخراج بترول في ساحل باجا في المكسيك. الاتنين عمال دول واحد منهم نزل تحت المية عشان يثبت قنبلة في المحطة هتتفجر بعد 16 ساعة. أما زميله اللي فوق كان بيولع سيجارة ورمى عود الكبريت في المية ولقاه ولع جوه المية، يعني في تسريب في مواسير البترول. وفجأة العامل اللي تحت حاجة غريبة هجمت عليه ومات. وزميله اللي فوق سمع صوت وفضل ينادي عليه وحس بحاجة بتتحرك تحت المية، وبص في المية لقى حاجة طالعة من المية وبتهجم عليه ومات هو كمان. تاني يوم الصبح واحد اسمه بول هو وعيلته كانوا في طريقهم للقرية اللي محطة البترول قريبة منها، وهو بيشتغل تبع شركة نيكسون اللي بتملك محطة البترول، وكان جاي عشان يعمل فحص للمحطة عشان يتأكد من كفاءتها ويقضي باقي أجازته مع عيلته. وفي الطريق بول ومراته قالوا لعيالهم انهم جم هنا قبل كده في اول جوازهم، وفضلوا يحكوا لهم عن قد ايه القريه هنا جميله. بس اول ما وصلوا القريه لقوها شبه مهجوره وكل الناس اللي فيها ساكتين وواضح عليهم الفقر. ووصلوا للاوتيل اللي كانوا ناويين يقعدوا فيه، بس طلع انه قفل من زمان وبقى مهجور، ووقفوا عشان يسالوا على مطعم. والراجل اللي وقفوه يسالوه كان واضح عليه انه متضايق من وجود بول وعيلته لانهم اغراب عن المكان، وبالذات بعد ما عرف ان بول شغال في شركه البترول، لانه شايف ان الشركه هي السبب في خراب المدينه. بس ان زوجة بول اتكلمت معاه وحلت الموضوع، وعرفوا ان اسمه الراي، وادت له فلوس كمساهمة منها للقرية. وراحوا معاه المطعم قريب، وعلى باب المطعم كان في تمثال اسمه تلالوك إله المطر عند قبائل الأزتك. والراي قال لهم انهم حاطين التمثال هنا عشان يحميهم، وحط الفلوس اللي انس ادتها له عند التمثال. وتومي ابن بول لفت نظره تمثال صغير جنب التمثال الكبير، فاخده وحط مكانه قطعة شوكولاتة. والراي شافه بس ما اتكلمش. بعد كده بول سأل الراي انت تقصد ايه بان التمثال بيحميكم؟ والريب بيرد عليه بيقول له بيحمينا من الديمونيو، والديمونيو دي معناها الشيطان. بعد كده الشركة اللي بول شغال فيها كلموه عشان يستعجلوه في فحص المحطة، وقال لمراته انه هيغيب كام ساعة لغاية ما يفحص المحطة، وهما هيستنوه في المطعم لغاية ما يرجع، وبعدها هيشوفوا فندق في مدينة جنبهم. وبعد كده راح الشاطئ، وكان في واحد مستنيه هناك عشان يوديه للمحطة. وهو على الشاطئ قال لحارس الأمن يبلغ محطة استخراج البترول باللاسلكي إنه جاي لهم في الطريق. والحارس رفع اللاسلكي عشان يتكلم، بس بعد ما بول مشى نزل اللاسلكي تاني وما كلمش المحطة، وكان معاه صورة لبول وقام قطع الصورة. ولما كانوا في الطريق بول سأل الراجل اللي معاه ايه اللي حصل للقرية ليه بقت مهجورة وفقيرة كده، والراجل قال له ان محطة البترول صحت الشيطان. وبعد شوية الراجل ده وقف بالمركب في نص الطريق، وقال له انه مش هيقدر يوديه للمحطة، وكان واضح عليه انه خايف، وكان مجهز له مركب تاني عشان يكمل بيه طريقه للمحطة، وسابه ورجع للشاطئ. في الوقت ده تومي ابن بول كان بيقرأ عن الإله تالالوك، وعارف إنه كان إله المية والمطر، وكان يقدر يصيب الأراضي بالجفاف. وهم قاعدين جم مجموعة شباب، وواحد منهم بدأ يرخم على إنس وبنتها أودري، وإنس حاولت تخليه يبعد، وفي الآخر ضربته على راسه بإزازة وخدت ولادها وخرجوا برا المطعم. بس لقوا كاوتش عربيتهم مخروم، وكان مكتوب على العربية شتايم ليهم. ومجموعة الشباب اللي رخموا عليهم كانوا جايين وراهم، فأخدت إنس ولادها وراحوا عند الشاطئ، وطلبت من واحد معاه مركب إنه يوديهم لمحطة البترول. وفي الأول الراجل رفض، بس عرضت عليه فلوس كتير، وبسبب الفلوس وافق وأخدهم معاه ومشوا من المكان قبل ما مجموعة الشباب يوصلوا عندهم. وبعد شوية بول قرب للمحطة ولقى بترول كتير في المية، ولقى آثار أقنعة أكسجين متكسرة وعليها دم. ولما وصل المحطة لقاها مهجورة وما كانش فيها حد. وفجأة لقى اتنين وراه بيهددوه بالسكاكين واسمهم شاتو وجونيور، لكنهم هديوا لما عرفوا إن بول بيشتغل في الشركة المالكة لمحطة البترول. وبول عرف منهم إن مفيش حد في المحطة غير هما والكلب بتاعهم، وعرف كمان إن اللاسلكي بتاعهم عطلان. وهم بيتكلموا سمعوا صوت مركب جاي عليهم وخرجوا يشوفوه، وبول شاف المركب بالمنظار وعارف ان عيلته هي اللي في المركب. وتومي ابن بول لمح حاجة بتتحرك تحت المية وطلعت سمكة قرش، وشاتو ضرب طلقة بمسدس الضوء والقرش راح ناحيتها، وما كانش باين منه غير جزء بسيط بس بول ما شافوش. وجونيور وشاتو فضلوا يخبطوا ويعملوا صوت عشان القرش يجي عليهم وما يهاجمش المركب، وبول ما كانش فاهم حاجة. وفجأة المركب اللي هو كان وصل فيه للمحطة اتقلب وغرق، وسواق المركب اللي عليه عالة بول لمح القرش وزود سرعته لغاية ما وصل للمحطة ونزلهم. بس أودري بنت بول وقعت في المية وشافت تحت أجزاء من جثث كتير. وسواق المركب مشى بسرعة من المحطة، ولما خرجوها من المية كانت مفزوعة وقالت لهم على الجثث اللي شافتها، بس بول عرفها إن دي أكيد تخيلات بسبب الخوف. وراحت هي وتومي مع جونيور، وبول ومراته سألوا شاتو ايه اللي بيحصل في المكان ده. وشاتو عطالهم المنظار عشان يبصوا على الراجل اللي هرب بالمركب، ولما بصوا عليه فجأة قرش طلع من المية وقسم المركب نصين. وبول وإنس كانوا مصدومين جدا ومش مصدقين اللي شايفينه. بعد كده بول عرف من شاتو إن كل اللي في المحطة يا إما مشوا من بدري يا إما ماتوا.
وهو وجونيور اللي فضلوا عايشين ومش عارفين يسيبوا المحطة لأن مفيش مراكب معاهم ومفيش شبكة في المنطقة اللي هم فيها، وكمان اللاسلكي بايظ، وحتى التليفون اللي متوصل بالقمر الصناعي مش موجود. وبعد شوية سمعوا صوت وعرفوا إن القرش عمال يخبط في المحطة من تحت وبيحاول يغرقها. وبول عرف منهم إن كل حاجة عطلانة حتى مولد الكهرباء، وكان عايز يصلحه عشان يحاولوا بعد كده يشغلوا اللاسلكي. بس عشان يصلحوا المولد هيحتاجوا يعدلوا خطوط الطاقة اللي تحت المحطة، وعشان كده لازم يغطسوا. واتفقوا إنهم هينزلوا تحت المية في كابينة من الفولاذ متخصصة للغوص. ولما إنس عرفت الخطة اللي جوزها عملها كانت رافضة عشان ما ينزلش تحت في المية مع القرش. بس بول قال لها الكابينة دي مصنوعة من الفولاذ ومستحيل القرش يقدر يكسرها. بعد كده إنس سألت شاتو ليه القرش مصمم يفضل هنا جنب المحطة، وشاتو قال لها إن في الأول لما المحطة اتعملت كانت مصدر شغل لناس كتير في القرية هنا، لكن بعد كده الشركة بدأت تهمل المحطة وبدأت تبوظ وبعدها القرش ظهر. وشاتو قال إن ده مش مجرد سمكة قرش عادية، دي لعنة أصابت المكان ده بالذات. وعرفهم إن جده كان بيحكي له إن الإله تلالوك إله المياه والمطر بعت للأرض فيضان من آلاف السنين عشان يعاقب البشر لأنهم خربوا في البيئة وقتلوا الحيوانات ولوثوا المية. ودلوقتي لما المحطة بدأت تتدخل في البحر ولوثت مياه البحر، الإله تلالولك أحيا سمكة قرش الميجالدون من الانقراض عشان ينتقم منهم. وشاتو قال ده مش مجرد قرش عملاق، ده بيلعب بعقول الناس وبيوريهم حاجات مش موجودة. وبول ما كانش مصدق. وشاتو قال له لو مش مصدقني اسأل بنتك هي شافت ايه لما وقعت في المية. شاتو قال لهم الإله تلالوك عايز ينتقم ومش هيقف غير لما نقدم له قربان يليق بيه ويقبله، وحتى لو قتلنا القرش برضه مش هيوقف انتقام. وتومي قال لهم عشان كده القرية كانت ناشفة لأن تلالوك منع نزول المطر عليها. وبول مش بيصدق الكلام اللي بيتقال وكان شايف إنه مجرد تخاريف، بس مراته وولاده كانوا مصدقين. وفجأة وهم بيتكلموا سمعوا صوت تاني تحت المحطة، وشاتو وجونيور جهزوا عشان ينزلوا تحت المية في كابينة الغطس، وبول كان بيراقبهم في الكاميرا من فوق. ولما نزلوا تحت كان لازم يخرجوا من كابينة الغطس وتفرقوا كل واحد في اتجاه. وشاتو أخد باله من القنبلة اللي تحت. أما جونيور فبدأ يشوف أجزاء من جثث عمالة تقع عليه وفهم إن دي تخيلات، ورجع بسرعة كابينة الغطس تاني. والقرش كان تحت وعدى من جنب شاتو وراح على غرفة الغطس وهاجمها وسحبها لتحت. وبول حاول يوقف الرفعة عشان يسحب الكابينة لفوق بس معرفش، والقرش فضل ساحب الكابينة لغاية ما قسمها نصين. وبعد شوية شاتو طلع من المية ولقوا جونيور عايم على وش المية، وبول مسكه عشان يطلعه لكن لقى ان نص جسم جونيور بس هو اللي طلع في ايده. وقدر بنت بول شافت المنظر ده من ورا الشباك. بعد كده بول ومراته كانوا بيتكلموا وكان بيحاول يهديها ويطمنها، بس هي كانت مرعوبة من اللي بيحصل وكانت متضايقة لأنه مصمم إن اللي هم فيه بسبب سمكة القرش فقط، وإن اللي بيحصل مش بسبب انتقام الإله تلالوك زي ما هي وشاتو مقتنعين. وبول كمان كان خايف وتعصبوا على بعض وقال لها إنها ما كانش المفروض تيجي المحطة أساسا، وإنس قالت له إنها اضطرت تيجي لأن في ناس كانوا بيرخموا عليهم. وبعد شوية هديوا هما الاتنين لما ولادهم سمعوا صوتهم وهما بيزعقوا. وبول خرج يقعد مع شاتو، وبعد شوية شاف سفينة بعيدة وفضل ينادي عليها، بس شاتو هداه وقال له إن مفيش سفينة ولا حاجة، دي مجرد تخيلات. وفعلا لما بول بص تاني ملقاش حاجة. وشاتو فضل يتكلموا عن الآلهة وإنهم السبب في اللي هم فيه، بس برضه بول ما كانش مقتنع واتعصبوا على بعض وشاتو ضربه. وكانوا هيكملوا خناق بس مراته جات لهم وسلكت ما بينهم. بعد كده بول وإنس كانوا قاعدين مع ولادهم وتومي سألهم احنا هنموت هنا؟ وابوه وامه حاولوا يطمنوه، بس تومي قال لهم ان زمان لما التلالوك اصاب الارض بالجفاف الناس قدموا له الاطفال كقرابين عشان يرجع الميه من تاني. وبول قال له مفيش قرابين ولا حاجه هتحصل، ووعدوا انه هيخرجهم من هنا. وجات له فكره تانية وقال لاولاده يدوروا على اي حاجه تقدر تساعدهم، وراح على غرفه مواسير الصرف وكان عايز يغير مسار نظام التبريد عشان يعرف يشغل المولد تاني. في الوقت ده أودري وأمها كانوا بيدوروا على أي حاجة تساعدهم، وتومي خرج بره وكان معاه تماثيل لآلهة قبائل الأزتك لقاها في المحطة، وجاب تماثيل بعدد الأشخاص الموجودين في المحطة وسمى التماثيل بأساميهم، وقدامهم تمثال تلالوك إله المياه، وحطهم في مركب خشب صغيرة ونزلها المية، وكان بيدعي إنهم ينجوا وما يغرقوش. ولما التماثيل نزلت المية التمثال اللي عليه اسم أبوه غرق، وباقي التماثيل فضلت موجودة في المركب. في الوقت ده بول وشاتو كانوا خلصوا تحويل مسار نظام التبريد، وإنس لقت تقارير الفحص بتاعة المحطة، وكانت كل النسب والإحصائيات الموجودة في التقارير بتقول إن المحطة غير آمنة ولازم يتم إخلاءها من العمال. بس مسؤول الفحص كان ماضي إن المحطة مفيش فيها مشاكل وأمر باستكمال الشغل فيها. والمفاجأة إن مسؤول الفحص كان هو بول جوزها. وفجأة القرش خبط في المحطة وتومي وقع في المية وفضل يصرخ وكلهم سمعوه من جوه، وأمه خرجت ونطت في المية عشان تلحقه والقرش كان رايح ناحيتهم. وبول نط في المية وفضل يخبط في الحديد عشان القرش يجي على صوته لغاية ما إنس وتومي يخرجوا من المية. وفعلا القرش كان جاي عليه بس هو لحق يخرج قبل ما القرش يوصل له.
بعد كده بول راح يطمن على إنس، بس هي بعدت عنه وعرفته إنها شافت توقيعه على تقارير المحطة. وفي الأول هو أنكر الكلام ده، بس فضلوا يشدوا مع بعض في الكلام، وولادهم جم بسبب صوتهم. وإنس قالت له لازم تقول لهم على الحقيقة. وبول ما كانش عايز يتكلم، بس بعد كده اعترف لها إنه اضطر يوقع على تقارير بتقول إن المحطة سليمة عشان ما يخسرش شغله ويضمن حياة مستقرة ليه ولعيلته. وقال إنه ما كانش يعرف إن كل ده هيحصل، وما يعرفش إن حد هيتضرر بسببه. بس إنس كانت منهارة لأن ناس أبرياء كتير ماتوا بسببه، وقالت له إن هو الوحش الحقيقي الموجود هنا مش القرش، وسابته وخرجت. بعد كده رجع بول لغرفة الصرف، وحكى لشاتو إن لما عمل تقريره عن المحطة كانت أول سنة ليه في الشغل في الشركة دي. وقال له إن الشركة بنت المحطة في السر بعيد عن عيون الحكومة، وعشان كده تغاضوا عن وسائل أمان وسلامة كتير. وهو لما فحص المحطة كتب في التقرير إن المحطة لازم تتقفل، وإنها غير صالحة لاستمرار الشغل عليها. بس لما قدم التقرير لمديرينه في الشركة اتكلموا معاه، وقالوا له بشكل صريح إنه لو عايز يحافظ على شغله ويكسب فلوس كتير تجيب له بيت وعربية ومستوى معيشة عالي لازم يغير التقرير بتاعه. وعطوله تقارير هم اللي مزورينها عشان يمضي عليها. وبول وافق على كلامهم واستمر سنين على الوضع ده. ودلوقتي لما شاف القنبلة اللي تحت المحطة وشاف الوقت اللي مظبوط عليه، فهم إن مديرين الشركة قصدوا يبعتوه هنا دلوقتي على أساس يعمل صيانة للمحطة، ولكنهم قاصدين يخلوه يجي هنا عشان يفجروه مع المحطة. ولما الموضوع يتعرف هيلبسوا له الموضوع كله ويحملوه مسؤولية التقارير اللي مضى عليها. وطبعا مش هيقدر يرد ويفضحهم لأنه خلاص مات. وبعد كده شادو كان بيحاول يصلح اللاسلكي وحاول يبعت رسالة استغاثة، والرسالة وصلت للمركب اللي جاب بول للمحطة، بس كانت عبارة عن تشويش ومفيش صوت واضح، واللاسلكي باظ تاني. وتومي كان لقى قارب نجاة لكن مليان خرام، بس قدر جات لها فكرة انها تصلحه، وجمعت هي وامها واخوها سترات النجاة وشالوا الاسفنج منها وخلطوا الاسفنج بمادة الاسيتون عشان يدوبوه ويعملوه زي الغرة، وفضلوا يلزقوا الغرة على مكان الاخرام في قارب النجاة. في الوقت ده سواق المركب اللي كان راكب معاه بول في الأول كان عادي تمثال تلالوك، وجاله الري وقال له بلاش يتدخل ويسيب تلالوك ينهي اللي بدأه. وفي المحطة بول شاف شاتو وهو بيحاول يصلح لاسلكي، وفهم إن شاتو ما كانش حاول يصلحه قبل كده، لأنه ما كانش عايز حد يجي المحطة عشان محدش يعمل لها صيانة ويصلحها، وكان عايز المحطة تغرق وبكده يكون انتقام تلالوك خلص، وما عادش حد هيتأذى من قريته وهترجع الحياة للقرية مرة تانية. وبول قال له إنه جات له فكرة تانية، وهي إنه هيفجر المحطة، بس قبل ما يفجرها هيقفل الماسورة اللي فيها تسريب بترول من البير اللي حافرينه تحت المية، وبالتالي الضغط على المواسير هيقل، وجهاز التحكم في البير هيرجع يشتغل وهيقفل البير تلقائي. وبعد كده هياخد القنبلة وهيفجر بيها المحطة، وبكده هيكون السبب اللي ترالوك بعت عشان القرش ما عادش موجود اللي هي المحطة يعني، وبالتالي القرش هيسيبهم ويمشي. بس عشان يعمل كده لازم يفضل هو في المحطة لغاية ما يحط القنبلة، وبعد كده يحاول يهرب. وشاتو ما كانش موافق لأن احتمال كبير إن بول يموت، بس بول قال له كل اللي بيحصل ده بسببي أنا وأنت عارفين إن تلالوك عايزني أنا مش عايزكم أنتم، عشان كده أول ما أنا أنزل المية عايزك تاخد عيلتي بسرعة وتهرب بيها من هنا بقارب النجاة. بعد كده بول قال لمراته على موضوع القنبلة، وعرفها إنه هياخدها وهيفجر بيها المحطة والقرش. وكان فاضل 10 دقايق والقنبلة تنفجر. وأول ما نزل المية شاتو أخد عيلة بول وهربوا بقارب النجاة، وبول نزل وأخد القنبلة وقفل الماسورة اللي فيها التسريب، وبير البترول اتقفل. والمفروض دلوقتي إنه هياخد القنبلة وهيطلع على المحطة يفجرها، بس هو كلم عيلته في اللاسلكي الداخلي اللي معاهم وودع مراته، وفضلت تقول له يرجع ويلتزم بالخطة اللي حطها، وقال لها إن هي دي الخطة أساسا، وهي إنه يموت مع القرش عشان تلالوك يبقى انتقم منه ويسيب باقي القرية في حالهم، وودع مراته وولاده. وكان سايب لشاتو الورق اللي يثبت إن المحطة كانت غير صالحة للشغل، بس الشركة تغاضت عن الموضوع وفضلت مكملة. وساب له الورق ده عشان شاتو يعرف هو وقريته ياخدوا حقهم من الشركة. وكان متبقي أقل من 30 ثانية والقنبلة تتفجر، وبول ساب نفسه في المية والقرش وصل عنده وبلعه، وأول ما بلعه القنبلة اتفجرت وهو والقرش ماتوا. والانفجار فجر قواعد المحطة تحت البحر، والمحطة كلها بدأت تغرق. وبعد شوية طلع إن الري كان في طريقه ليهم بمركب عشان ينقذهم، وشاتو والباقيين ركبوا معاه المركب. وهم في الطريق المطر بدأ ينزل على القرية أخيرا. وبعد كده بنشوف المركب الخشب الصغيرة اللي تومي نزلها على البحر، وفجأة المركب كلها غرقت بالتماثيل اللي عليها. اتمنى يكون الفيلم ده عجبكم، يا ريت تعرفونا رأيكم في التعليقات، وما تنسوش تعملوا لايك واشتركوا معانا في القناة عشان يوصلكم مننا أقوى الأفلام. سلام.